عشان كده الدعاء اللي في أذكار الصباح والمساء واللي السنة بتفكرك بيه إن أنت تقوله كل يوم بالنهار وبالليل، والنبي عليه الصلاة والسلام وصى بيه، بيقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. قيمة الدعاء ده عارف لما يكون في حد في حياتك متعود على وجوده جنبك، ووجوده بيحسسك بالأمان وبترجع له في أي قرار مهم أو أي حاجة مهمة في حياتك، على حسب بتقابله مرة كل يوم ولا مرة كل أسبوع ولا كل شهر، بتحس إنك تايه لو افترقته وغاب عنك في الوقت اللي متعود تشوفه فيه. فالدعاء ده بيقولك إن ربنا معاك في كل لحظة، وبيطمنك إنه مش هيغيب عنك ولا هيفرقك ولا هيغفل عنك لحظة حتى طرفة العين. فكده انت عندك اللي ترجع له في كل قرار، وهو المتحكم فيك وفي كل شيء وقادر على كل شيء. في الحالة دي بس اللي هيبقى فيه رضا، لأن نفسك مش ملكك، مش انت اللي شايلها لوحدك، وفي أمان لبكرة لأن الحي القيوم مش هيسيبك ولا يغفل عنك.